تطبيق القانون لا يشتمل إجراءات فيها عنف وتكسير أبواب واقتحام منازل وإجراءات يشمئز منها البدن. احنا نؤيد أن ما عندنا مشكلة في أن الداخلية تطبق القانون، لكن دائما تطبيق القانون يجب فيه احترام كرامة الإنسان. نعم. يعني أنا مثلا أوقف واحد مخالف وأكسر جامته وأجره من الجامعة وأقول أنا أطبق قانون، هذا مو تطبيق قانون. ولكن هناك يعني على حسب ما سمعنا خصوصا في التجمهر الأخير أمام ديوان بالسابق غانم الماء أنه كان هذا رد فعل يعني، وهذا على كلام النائب غانم الماء بأن المتجمهرون هم من ألقوا بالحجارة على رجال الأمن. شوف، لحسن الحظ أن الصباحية هي المنطقة اللي أنا أقطن فيها. نعم. شوف، الداخلية استفزت الشعب الكويتي كله، ترى مو بس أهل الصباحية. نعم. يعني سالفة أن أي إجراء جايبين معاهم القوات الخاصة والطيران أنا أشوف أنها غلط يعني، وبيني وبينك يعني إجراء مبالغ فيه، وجميع الجمعيات والحقوق الإنسان وجميع الفعاليات بالكويت استنكرت هذا الفعل. نعم. بعدين دائما القوات الخاصة أو الإجراءات العنيفة هذه تلجأ لها في حالة عدم قدرتك لتطبيق القانون. احنا شفنا بالتلفزيون أنه كان في مفاوضات ودخول وخروج، فليش يعني هالعنف؟ أصلا الآن الداخلية وقفت تطبيق العنف في الفريات، هل شفنا مشاكل؟ دائما تطبيق القانون يجب أن يحترم فيه كرامة الإنسان وكرامة وحرمات البيوت. نعم. احنا ما عندنا مشكلة في أن الداخلية يطبق القانون، لكن دائما تطبيق القانون يجب أن يكون باحترام، لأن الدستور ينص على احترام كرامة الإنسان. نعم. ولكن